من أين جاءت هذه الأكذوبة؟ جاءت من عائشة الحميراء. وهذه مشكلتنا مع أهل الخلاف، هم يظنون أننا نحن نعادي عائشة هكذا اعتباطا، ما يعرفون أنه إحنا بيننا وبين عائشة حساب وطلايب، أنه عائشة هتكت سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله، كذبت عليه، أنقصت من قدره. الآن أنا أضرب لكم مثالا، هذا كلكم لا شك مر عليكم هذا المثال، ولعل بعضكم أصلا يتوقع أو يتصور أنه هذا صحيح وأن هذه الحادثة صحيحة، لأن معظمكم إما تعلمها بالمدارس، مدارس النظامية لهذه الحكومات الأعرابية اللعينة، أو أن بعضكم سمعها عبر الإذاعات وما أشبه، ولأنها مشهورة ولا أحد يتقدم على هذه المنابر، يصعد هذه المنابر حتى يبطلها، فإنها تستقر في الذهن العام إلى أن لا يشك بها أحد. ما هي هذه القضية؟ تصور العام عندكم وعند معظم المسلمين أنه رسول الله لما نبئ، يعني لما نزل عليه جبرائيل عليه السلام في غار حراء، ماذا قال له؟ اقرأ، صحيح؟ ماذا أجابه؟ شو تقولون؟ أجابه ما أنا بقارئ، لست بقارئ، ما أنا بقارئ. مو هالشكل؟ ماكو واحد يخطر على باله أنه هذه أكذوبة إلا القليل من الناس، ولا أحد يحقق حتى يتبين له أنه هذه أكذوبة جاءت بها عائشة ونقلها عنها البخاري في صحيحه، رواية في البخاري وكذا ربما في مسلم والصحاح الأخرى عندهم عن عائشة تتحدث أنه كيف بدأت نبوة رسول الله، حديث طويل مضمونه وإجماله هو هذا: أنه رسول الله كان يتعبد في غار حراء، نزل عليه جبرائيل قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطني، حسب ما هي تروي عن النبي صلى الله عليه وآله، تكذب عليه، أنه يقول فغطني جبرائيل حتى بلغ مني الجهد، غطني يعني خنقني خنقا حتى بلغ مني الجهد. كان النبي يرجف يرتعد بهالطريقة المرعبة، جاءه جبرائيل اقرأ 3 مرات يغطه حتى بلغ منه الجهد، يؤلمه يؤذيه يخنقه حتى يجبره على أنه يقرأ. نتيجة هم يقول ما أنا بقارئ، بعدين يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعدين النبي هم يظل مرعوبا خائفا فزعا. هاي بداية النبوة هكذا، بالرعب بالإرهاب، يعني جبرائيل صار والعياذ بالله إرهابي نزل على رسول الله. وليش هذا العنف؟ ليش هذا الإرهاب؟ بعد عائشة وأكاذيبها. ثم بعد ذلك النبي ينزل من الجبل وما يعرف إلى الآن، شاك أنه هذا بالفعل من السماء أم من الشيطان، خايف أنه هذا من الشيطان، فيروح إلى خديجة عليها السلام يقول لها أنا صار بي هكذا وشفت أنه يعني ما أدري هذا جاءني ملك أم شيطان، شنو القضية؟ فتقول لها تريد تتأكد؟ شوف رسول الله ما عارف يعني أنه هو صاحب رسالة صاحب نبوة أم لا، فتريد تتأكد روح إلى ورقة بن نوفل ابن عمها ابن عم خديجة، اسأله، هذا واحد متعلم التوراة والإنجيل وكذا، انقل له أنت شوف الذي حصل لك ما هو، حتى هو يقول لك. فهو يروح النبي سأله، يسأل غير النبي يقول له بالله عليك أنا نبي لو مو نبي؟ خلي أعرف الآن هذا اللي جاءني ملك أم شيطان. فهذاك ورقة بن نوفل بعدما يسمع يقول لا 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 تأكد أنت نبي، لا 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 تخاف أنت نبي. بعدين جبرائيل يطول عليه فترى الوحي، هذا كله كلام عائشة، يقول جبرائيل ما جاءه بعد، فهم ظل النبي يشك،
من كثرة شكه خاف أنه النبوة جاءته لكن الله سلبها منه بعد، خلص الله يقول بطلنا ما نريدك بعد أنت نبي. ف3 مرات النبي يصعد على الجبل يريد ينتحر كلام عائشة تقول النبي راح صعد على الجبل 3 مرات يريد ينتحر، بآخر لحظة يأتيه جبرائيل يدفعه هكذا حتى لا ينتحر. بالله عليك هذا أي نبي هذا؟ أي نبوة؟ هكذا تأتي النبوة والأنبياء؟ ذات مرة في بعض المحاضرات أنا قارنت بين هاي رواية عائشة نقلتها نصا، هنا الآن ما أنقلها نصا مو مورد حديثي، نقلت نص حديث عائشة وقارنته بأحاديث أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم التي تحكي كيف نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف جاءته النبوة. تشوف الفرق الشاسع. ماكو عندنا في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام ما أنا بقارئ، ماكو هذا الشيء أصلا. في أحاديث أهل البيت أنه النبي كان يعرف أنه نبي قبل أن يأتي جبرائيل في ذلك العام بالذات، وأصلا كان على تواصل مع السماء، إنما هذه مراسيم لا أكثر ولا أقل. نحن عندنا حسب اعتقادنا النبي نبي منذ نعومة أظفاره، بل النبي نبي قبل هذه العوالم من عالم الأنوار، وآدم بين الروح والجسد، كان النبي نبيا صلى الله عليه وآله، وكذا سائر الأنبياء وكذا سائر الأوصياء صلوات الله عليهم. أئمتنا عليهم السلام حكوا كيف جاءت النبوة رسول الله، وكانوا يقولون لما كان رسول الله يمضي إلى الجبل كان يخضع له كل شجر كل حجر كل مدر يسبح معه، وجاءته النبوة بذلك الجلال. ماكو أنه غطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد وآلمني بها الرعب، ماكو أنه ما أنا بقارئ، ماكو انتحار. هذه عائشة أصلا لا تستحي تنسب لرسول الله أنه كأنه واحد والعياذ بالله مختل عقليا، اللي يروح يفكر بالانتحار مو فقط يفكر، يروح يصعد بالفعل يريد ينتحر. لولا يعني رحمة الله كان النبي منتحر من زمانها، النبي منتحر وخلص بطلت النبوة وبطل الإسلام وانتهى الموضوع. الآن في البلاد الغربية إذا واحد يصعد الآن على سطح إحدى البنايات ويريد الانتحار، الناس تقول عنه هذا مجنون، هذا مجنون مختل عقليا، أو أنه مصاب بأزمة نفسية أزمة أسرية ما قادر يتحمل الحياة فيريد أنه يروح ينتحر. هكذا ننسب لرسول الله. في البخاري عائشة هذه أم المؤمنين والبرة التقية والما أدري الصديقة بنت الصديق، هذه تستحق الاحترام بالله عليكم. إحنا لما أقمنا الاحتفال المبارك إنما أقمناه لكي نفضح هذه الأكاذيب التي جاءت بها عائشة. نحن بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن نحفظ كرامة وقدسية رسول الله صلى الله عليه وآله، وإما أن نحفظ كرامة وقدسية عائشة. أيهما نضحي به؟ لا شك نضحي بعائشة إن كانت لها كرامة وقدسية، وليس لها كرامة وقدسية.